الصراع اللي ما بين الاهلي وما بين وزاره الرياضه متمثله في المهندس حسن صقر، متمثله في الاستاذ العمري فاروق، متمثله في الوزير الحالي الكابتن طاهر ابو زيد. هل النادي الاهلي عنده حق في هذا الصراع وان فعلا في تدخل حكومي، ولا مين الصح ومين الغلط؟ وفقا لقواعد الميثاق الاولمبي النادي الاهلي عنده حق ومن حقه انه يدافع عن هذه القضيه، وهو لا يدافع عن كراسي، وانا اعلم ذلك كويس، وانت تعلم يا كابتن وائل ان انا سايب النادي الاهلي من شهر 6 عشان الناس ما تطلعش تقول ان انا بدافع عن النادي الاهلي. واخد بال حضرتك؟ النادي الاهلي عنده حق، هو بيدافع عن حاجه معينه مرتبطه بتنظيم رياضه دوليه، كل ده موجود في كل دول العالم، احنا بس الدوله الوحيده اللي هي مرجعيتها قديمه جدا، لسه لغايه دلوقتي بنفكر في استقلال ومش عارف ايه والكلام ده كله، ان احنا لو استقلنا الهيئات، طب ما الجامعه مستقله والقضاء مستقل، معنى ذلك ان هذه المؤسسات بتسرق. واخد بالك؟ لازم نفهم ان الرياضه ليها تنظيم، التنظيم بيقول ان اللجنه الاولمبيه تحتها الاتحادات، تحتها الانديه، فيما يتعلق بالجوانب اللائحيه والفنيه، اما فيما يتعلق بالجوانب الماليه فده مرجعيته مطلقه للدوله. طيب يعني حضرتك كرجل قانوني بتقول لي الكلام دوت، واكيد المستشارين والقانونيين المنوطين بوزاره الرياضه والمستشارين بتوع الكابتن طاهر ابو زيد بيقولوا له كلام معاكس، مين الصح ومين الغلط ده مش عارفينه. بشكرك جدا دكتور